يا كوتش هيثم، اتفضل يا فندم، اتفضل. رفعت ايدك، اتفضل قول انا معاك. ما حضرتك بتسال في ناس اتظلمت قاعده، فانا رفعت ايدي يعني لان انا تمام. دايما بقول يا اللي انظلمتي ويا اللي انجرحتي ويا اللي حبيت وانكرهت ويا اللي قدمت وما لقيتش ويا اللي قربت وبعدوا عنك ولما جيت وقعت ومع انك اديتي كلمات كويسه، لما جيتي كنت محتاجه الكلمه طيبه. اصل ساعات الكلمه الطيبه بتغير الطريق، اصل ساعات طبطبه بسيطه ممكن ان هي تحييده داخليه مره اخرى. بقول يا اللي اتظلمتي ويا اللي انجرحتي ويا اللي تعبت ويا اللي قعدت في المستشفى وجالك ديبريشن وجالك اكتئاب، بقولها دايما تستاهل، وحضرتك ايضا تستاهل. ايه يا كوتش هيثم اللي انت عمال تقوله ده؟ كل انسان عندنا في حاجه اسمها بنك المشاعر، والبنك زي ما في ايداع في ايه؟ سحب. فما ينفعش تفضل تدي في مشاعر وتقول بكره الشخص يتغير. مين اللي قال كده؟ هو مين اللي قال كده؟ ربنا قال كده؟ ربنا ما قالش كده. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. لما ابقى قادر اساعد نفسي ابقى اساعد غيري. لما ابقى قادر اساعد نفسي ابقى اساعد غيري. فما اديش مشاعر الا لما يكون الشخص بيبادلني نفس المشاعر، والا فانا بعصر كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول دايما الادراك ثم الادراك ثم الادراك. طب الحل ايه يا كوتش هيثم برضه؟ ما انا كل ما اجي انام بالليل بحس بنار بتاكل في احشائي لما افتكر اللي حصل فيا. مش بيحصل؟ بيحصل. ببقى تعبانه وبحس بنار هنا في الجزء دوت. ايه العمل؟ واحد، لا تتعلقي ولا تتعلق الا بالله سبحانه وتعالى، لان هو السند الحقيقي. اتعلق، خلي عندك روحانيات. لا تتعلق بالشيء المادي وهو الانسان، هيجيبك تحت رجل التعلق بالله. ولذلك المتعلق بالله سبحانه وتعالى دائما عند المشاكل تحل من حيث لا يحتسب، وهو شكل من اشكال الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب يبقى اذا انا ما اديش غير لما الشخص يديني او يبادلني المشاعر. طيب انا فضلت ادي واضحي وما سمعتش الكلام، هتكون الصدمه مؤلمه وموجعه جدا جدا جدا. طيب انت يا كوتش هيثم انت بتقول انت بتتكلم